عيوب في زوجتك دمرت حياتك، واخر عيب اهم واخطر عيب. مش كل بيت بيتخرب بيكون السبب الزوج، في عيوب قاتلة بتكون في الزوجة بتقتل الحياة بينهم وبتخلي الحياة مستحيلة. تعالي وانا اقولك ايه العيوب دي. لما تنكدي عليه طول الوقت وتعملي مشاكل على اتفه الاسباب، ولما تزعلي معاه تبعدي عنه وتخاصميه بالايام، لما تقارنيه بكل اللي حواليه، شوف فلان بيعمل ايه، وشوف جاب لزوجته ايه، وشوف مقعد زوجته فين. الجملة دي كفيلة تكسر اي راجل من جواه. لما تهملي في شكلك علشان اتجوزتي خلاص، تسيبي نفسك وتنسي ان زوجك عايز يشوفك دايما جميلة في عينه. لما تعلي صوتك عليه في كل خناقة وما تحترميش سندك اللي انت من غيره ولا حاجة. لما تتحكمي وعايزة كل حاجة تمشي على مزاجك وكلمتك اللي تمشي وهو رأيه مش موجود. لما أسرار بيتك تطلع بره، أي مشكلة أو خلاف بسيط تجري تحكي لأهلك وتنسي انهم ممكن يكرهوه. انتي وزوجك هتتصالحوا بس النفوس هتشيل. لما تعندي في كل حاجة يقولك عليها وتعملي عكسها، ده غير انك مش بتسمعي كلامه ودايما شايفة نفسك صح. لما تجرحيه بكلام وقت الخناق، تقولي له انت مش راجل، او انت مش محترم، او انا عايشة في جحيم، وكلام زي ده كتير. لما تكذبي وتعملي حوارات، تعملي مشاكل كتير مع أهله، ولما يمسك عليكي حاجة تعملي حوارات والكذب أسهل حاجة عندك. وآخر عيب وأخطر عيب الطمع والأنانية. ما بتفكريش غير في نفسك وبس، ومش مهم هو محتاج إيه، ومهما جابلك وحاول يرضيكي طماعة ما بتشبعيش ولا بترضي بأقل حاجة، ولا هتفتكري له حاجة كويسة عملها معاكي، ولو فكرك بحاجة عملها بتقولي له ده واجب عليك. مفيش شكر ولا تقدير لأي حاجة بيعملها، ولو افتكر نفسه بحاجة بتموتي، لازم يجيبلك قدامها 10. أهله بتعامليهم أسوأ معاملة، زيارتهم تقيلة، أكلتهم تقيلة، مساعدته ليهم تقيلة، لكن مع أهلك عايزة تديهم الدنيا كلها. بعد ده كله عايزاه يحبك ازاي، يتقي الله فيك ازاي. انت لا زوجة رحيمة ولا لينة ولا طيبة ولا حنينة ولا قنوعة. انت بكل العيوب اللي فيكي دي فاكرة نفسك قوية، وانت بتهدي بيتك بإيدك. انت بتهدي بيتك بإيدك وانت فاكرة انك بتدافع عن حقك. انت وصلتي زوجك يكره اللحظة اللي هيرجع فيها البيت، وبعد ده كله بتسألي نفسك هو كرهني ليه. لو شايف زوجتك في الفيديو ده لايك وشير، وابعت الفيديو ده ليها يمكن تغير من نفسها، لانها لأول مرة هتشوف حقيقتها. واكتب لي في تعليق ايه اخطر عيب فيهم. وعايزه اقول لكم ان ورا كل نضاره سودا في كلام كتير لسه ما اتقالش. انا سي عبد الرحمن ودي النضاره السودا. سلام.